السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة اقتصادية بلمسة سحرية. بمناسبة هذا الشهر الفضيل جيتكم بالخبز تاع الكوشة. كما راكم تشوفوا خبز تاع الفرينة يجي بزاف خفيف، يجي هشيش. مقادير بسيطة. هنا واش عندنا المقادير تاعنا؟ عندنا كاس ونص ماء يكون دافي، عندنا ربع كاس تاع زيت الزيتون ولا زيت نباتي، وتقدروا حتى ديروا المارغرين دايبه. عندنا خليط يعني تاع الزرارة عادو يتباع عند العطار، مغرفة كبيرة تاع خميرة تاع الخبز، نص مغرفة تاع السكر، ملعقه كبيره تاع الخل. هنا الخل حي اميليوري لاباط تاعنا. عندنا نص مغرفه ولا مغرفه كبيره تاع الملح. هنا بديت نخلط في الماء مع الخميره مع السكر، نخلط مليح مليح بالفوي يعني حتى تذوب هذيك الخميره مع السكر، هكا باش تساعدنا في التخمار مليح. ومن بعد ضفت الكميه تاع زيت الزيتون. هنا خليت حوالي ان كويير سوب تاع الزيت. من بعد في الاخر حنوريكم واش نديروا بها. خلطت تري بيان هذوك لي زانغريديون، ومن بعد بديت نضيف الفرينه. هنا بالنسبه للمبتدئات الفرينه راح تحتاجوا 5 كؤوس من الفرينه، يعني راني نعطيكم بالتدقيق المقادير باش تنجحوا في الوصفه. تقدر تاخذ لكم 5 كيسان، تقدر تاخذ لكم 4 كيسان ونص، وتقدر تاخذ لكم حتى 5 كيسان ونص، يعني على حسب الفرينه تاعكم. نتوما تبعوا فقط القوام تاع العجينه تاعكم كيف حيكون. هنا بعد ما درت الكميه، درت هنا نص تاع الكميه تاع الفرينه، ومن بعد درت هذوك الزرارع، ودرت الخل تاعي. كما قلت لكم الخل يعتبر يعني محسن للعجينه تاعنا. فوالا كملت خلط هذوك لي زانغريديون. درت الملح، ما حبيتش ندير الملح في الاول باش ما يخسرناش التخمار تاعنا. ومن بعد رحت كملت ضفت كميه الفرينه تاعنا. هنا استغنيت على الفوي وبديت نخلط بالملعقه، يعني هذا هو السر باش يخلي الخبز تاعكم يجيكم هشيش ويجي يعني يكون خفيف من الداخل. فوالا بديت نخلط بالملعقه الخشبيه، يعني نسي ندخل في الهواء العجينه تاعي كيما نديروا في يعني جميع المعجنات، في الخفاف يعني في المطلوع، يعني جميع المعجنات نسيو ندخلوا فيه الهواء العجينه تاعنا. هذا هو قلت لكم السر اللي يخلي، يعني السر الثاني، السر الاول الخل، والسر الثاني هو انكم تخلطوا تخي بيان بالملعقه الخشبيه تاعكم. هذه هي. هنا راني خليته يعني يخمر للمره الاولى. من بعد ما خمر لي غطيته تري بيان بالبابي فيلم، وزدت غطيته بالطرشون تاعي وخليته يعني يخمر. بعد ما خمر لي بديت نعاود نخلط للمره الثانيه، يعني نديغازي في هذيك لاباط تاعي وندخل لها الهواء، يعني باش يخلي الخبز تاعي قلت لكم يجيني خفيف. تبعوا يعني مقادير سهله، وصفه سهله وما تاخذش منكم وقت في الطياب، يعني سواء في الطياب ولا في العجين، ما راحش يتعبكم، ما راحش تدلكوا ولا، يعني فقط بالملعقه خشبيه. هنا بعد ما خليته للمره الثانيه يخمر راني نوريكم، يعني ما حبيتش نزرب الفيديو، راني نوريكم لهنا. شوفوا كي تشوفوا الخيوط تاعكم خرجوا في العجينه، هنا تعرفوا باللي لاباط تاعكم راهي ناجحه 100%. يعني لهنا لاباط تاعكم نجحت لكم وخدت وقتها في التخمار. هنا كميه زيت الزيتون هذيك اللي بقات لي يعني ضفتها في الاخر. هنا علاش ضفت الكميه تاع زيت الزيتون في الاخر؟ باش تبقى لي في الخبز تاعي بعد ما يطيب راح يعطيني هذاك الجو يعني تاع زيت الزيتون. فوالا هنا كملت، حطيت العجينه تاعي وحطيت، جبت خليط تاع سميد موايا. انا كان عندي سميد موايا، ما كانش عندي سميد رطب، كان عندي سميد موايا، درت له شويه فرينه وخلطهم. هنا حطيت فوق لو بلون دو طرافاي تاعي هذاك الخليط تاع سميد وفرينه. نتوما الا كان عندكم سميد رطب من الاحسن ديروا سميد رطب، يعني ما تضيفولوش الفرينه. ولا كان عندكم سميد متوسط كيما انا ضيفوا له شويه فرينه باش ما تجيكمش هذيك الحروشيه بزاف في الخبز. ضفت قلت لكم فوق لو بلون دو طرافاي تاعي هذاك الخليط تاع سميد وفرينه، وبديت يعني نعاود نعجن فيها هكا فقط حوالي 3 دقائق. يعني ما قلت لكم ماكوش راح تدلكوا، فقط باش نعاود نطم العجينه تاعي. شوفوا العجينه تاعكم كيفاش تشوف، يعني كيفاش تكون عفوا. الا شفتوا العجينه تاعكم تلتصق بزاف في اليد، واش تروحوا ديروا؟ اما تجيبوا كميه قليله من الماء وتبداو تغطسوا يديكم في الماء وتعجنوا فيها كيما راني ندير انا، ولا تجيبوا زيت الزيتون ولا زيت نباتي واش استعملته. انا لهنا كنت نغطس يديا في زيت الزيتون ونعاود نعجنها ونزيد نعاود ندخلها الهواء ونزيد نعاود نغطس يديا في زيت الزيتون. يعني عطيت لكم كميه تاع الفرينه حوالي 5 كؤوس قلت لكم. يعني شفتوا العجينه تاعنا كيفاش كانت. فوالا بديت لهنا نعجن فيها
هذا هو القوام تاع العجينه تاعي. راح نقسمها حوالي 4 خبزات، يعني الكميه اللي عطيتها لكم حوالي كاس ونص ماء مع 5 كيسان تاع الفارينه. هنا راني لكم الكاس اللي عبرت به الفارينه، هذه هي كميه كافيه باش تعطي لكم 4 خبزات كبار. هنا راح يكون يعني حجم عائلي تاع الخبز هذا. تحبوا ديرهم قريصات صغار يعني خبيزات صغار عادي، ديرهم صغار كيما تحبوا نتوما. انا درتهم 4 خبزات كبار، ومن بعد بديت ندير في زيت الزيتون هكايا، قسمتهم على 4 ونحاول نكورهم يعني على شكل دائري ونغطسهم في هذاك السميد تاعي والفارينه. جبت سنيوه تاعي درت منها يعني درت فيها هذاك الخليط تاع سميد وفارينه. لهنا هذاك الخليط اللي درتو تحبوا نتوما ديروا بابي كويسون، يعني تحبوا تستغناو على هذيك الحروشيه اللي تجي في الخبز، تقدروا ديروا في السنيوه تاعكم بابي كويسون وتستغناو على هذه المرحله، يعني ديروا ديراكتومون بابي كويسون في السنيوه تاعكم وديروا الخبيزات تاعكم وتخلوهم يخمروا. انا درت سميد في السنيوه ودرت يعني من الفوق تاني سميد باش تجيني هذيك الحروشيه تاع الخبز. هذه هي. وبديت نخبز فيه، يعني اني نخبز فيه رقيق، لهنا رقوه وخلوه يخمر يعني باش ما تجيكمش هذيك البابه وما يجيكمش بزاف معجن. حاولوا يعني ترقوا شويه الخبز تاعكم وخلوه يخمر للمره الثالثه. هناك بعد ما خلينا العجينه تاعنا ريحت وديغازيناها، هنا بعد ما نزيدو نخبزوه راح نخلوه للمرحله الثالثه باش يتخمر، يعني باش يجيكم قلت لكم الخبز تاعكم خفيف وما يجيش معجن من الداخل. حاولوا ترقوه. هنا راني نتاكد يعني راني نقلب في الخبيزات، راني نتاكد بلي هذاك السميد تخليه كامل في العجينه تاعي. فوالا هنا راني نحاول نحي هذاك السميد اللي كان في السنيوه بعد، باسكو كي تدخلوا السنيوه تاعكم الطيب في الفوغ لو كان راح تخلوا هذاك السميد مدردر كامل في السنيوه راح يتحرق لكم هذاك السميد. انا يعني حاولت بعد ما خبزت كامل الخبيزات تاعي حاولت نحيت كاع دوك زياده تاع السميد. انا دخلت الفور، دخلت الخبز تاعي للفور مسخن على درجه 180 درجه، يعني نتوما عينكم ميزانكم كي تشوفوه باللي طاب نحيوه مباشره. ما حش نقول لكم شحال حيطيب على حسب الفوغ تاعكم. انا كان عندي فوغ فونتيلي شعلت له مسخن مسبقا يعني حوالي 10 دقائق، دخلته يطيب جوست ما طاب لي عاود خرجته ولهنا غطيت الخبز تاعي، لانه كي حت تدردروا هذاك السميد من فوق الخبز تاعكم كي تخرجوه من الفوق راح يبان لكم بلي يبسلكم. هو لا ما يبسلكمش، غطوه بالطرشونه وهو سخون راح يطرى لكم. وقسمت الخبيزات تاعي، شوفوا الخبز كيفاش جا خفيف كما قلت لكم، جا طري بزاف. طريقه سهله بالفارينه، حوالي 5 كيسان فارينه وكاس ونص ماء، راح ديروا 4 خبيزات يكونوا في الدار سخونين بنان. طريقه بسيطه ما تاخذش منكم الوقت وما راحش يتعبكم كامل في الدلك، فقط بالملعقه الخشبيه راح تاخذوا يعني احسن طريقه تاع الخبز، وطريقه سهله وبسيطه. نتمنى تجربوا الوصفه، واللي جربت الوصفه تحط لنا كومنتير وتقول لنا واش زادت واش نقصت هكا باش الجميع يستفيد. ان شاء الله تجربوا الوصفه، والى الملتقى في فيديوهات اخرى ان شاء الله. والسلام عليكم وصحة فطوركم.